في بلد بيبدأ يومها بصوت عربية فول وبينتهي بكوباية شاي على الرصيف. في بلد بتحب الأكل أكتر من حبها لحل المشاكل. في طبق، بس مش أي طبق، ده طبق يقدر يجمع وزير وغفير على نفس الترابيزة بدون إحراج. يا عم هي ناقصه شعر. ما انت مشعر لوحدك، وهي ناقصه شعر ولا ناقصه خنقتك؟ انت ايه قاعد بتربي عند حلاق ولا ايه؟ انا قلت اخد بيدك. اسمه الكشري، وأنا مستر ليه، وده سؤال النهاردة. ليه الكشري هو أكتر حاجة بتمثلنا كمصريين؟ أول حاجة لازم تعرفها، الكشري مش مصري أصلا. والله انت بتهزر يا ابني، هي زريبه يا حبيبي. أصل الكشري هندي اسمه كيتشري، وكانوا بيطبخوه هناك برز وعدس بس المصري شاف الموضوع كئيب قوي. قال ايه ده، فين الرز والعدس، فين الجنون؟ راح مزود مكرونه، حمص، بصل محمر، وحط عليه كل زعله في شكل شطه. من يومها مبقاش في ازمه من غير كشري. الكشري بطل شعبي بيظهر في الازمات زي سوبرمان كده، بس بريحه البصل. مرتبك خلص قبل نص الشهر، كشري. فسحتك باظت، كشري. متخانق مع خطيبتك، كشري. وعيش اللحظه. هو الطبق الوحيد اللي كل حاجه فيه كاربس، بس بيخلي دماغك زي السكر. ولو حد قالك انا مش بحب الكشري، افهم انه بيهرب من المشاعر مش من اكله. الكشري فيه كل حاجه، ما فيهوش حاجه واحده. كل مكون بيقول انا لوحدي ماليش طعم، بس مع الباقي ابقى عظمه. عارف، ده زي الشعب المصري كده، كلنا مختلفين، بس لو نتجمع نعمل عشوائيه. لا واثقه من نفسيها، مش واخد بالك. وكل واحد ليه طريقه ياكل بيها الكشري، اللي يحط شطه الاول، واللي يحط الخل ويقلب، واللي يحلف ما ياكل من غير ما يكون البصل جبل على الطبق. ومع ذلك كله بيمشي. الكشري مش بس وجبه، ده مدرسه. بيعلمك انك تقبل الحاجات اللي مش ماشيه مع بعضها وتستمتع بيها كمان. يعلمك الصبر وانت واقف في الطابور ومفيش ارقام. يعلمك الرضا وانت بتشوف طبقك جاي ناقص حمص. ويعلمك التواضع لما البصل يقع منك ولا الصلصه تقع وانت لابس ابيض على هدومك. ما جبتليش معاك طبق كشري ليه؟ فالح بس تطفح لوحدك. ما انت ما طلبتش يا حاج. شوف يا اخي، احنا بنتخانق على الدور، نزعق للراجل اللي واقف بقاله 10 ساعات بيقلي البصل، ونتخانق على شطه زياده، بس اول ما المعلقه تدخل بقنا نقول الف حمد وشكر ليك يا رب. سبحان الله، الكشري بيطلع اسوأ ما فينا واحسن ما فينا، زي الدنيا برضو. الكشري بيجمع غني وفقير، فوضوي ومرتب، اللي بيحب الشطه واللي عنده قولون. هو مش بس طبق، ده دليل ان احنا في وسط الزحمه في حاجه بتجمعنا. انا مستر ليه بقول لك، في بلد الناس مش فاهمه هتمشي ازاي، الكشري هو الحاجه الوحيده اللي ماشيه حتى لو ملخبطه. وفي النهايه يا صديقي، الكشري مش بس اكل، ده حل لما الدنيا تغلى، لما النفس تتعب، لما نحتاج نرجع للاصل. واحد كمال يا متولي. ما تنساش تدعمنا اللايك وشير وسبسكرايب لو انت جديد معانا، فعل الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد. انا مستر ليه بقول لك، لما تحس انك مش فاهم الحياه اكتر، كل كشري يمكن تفهمها. كان معكم عبد الرحمن صالح من مستر ليه. سلام.